السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم، وحشتوني جدا جدا جدا. النهاردة بإذن الله هنعمل مع بعض الشوريك بطريقة سهلة وبسيطة جدا جدا. سهل وبسيط، والعجينة هشة وقطنية، والتسوية بتاعتها مظبوطة بالظبط، وطعمها وريحتها في منتهى الجمال. متأكدة ان كل اللي هيجرب الطريقة دي هتعجبه قوي قوي. وكمان مسويين الشوريك دوت في فرن البوتاجاز، مش عاملين اي حاجة في فرن الجاز، وشايفين شكله عامل ازاي، تحفة. يلا بينا نسمي بسم الله ونبدأ في الطريقة بتاعتنا على طول. بسم الله. اول حاجة هجيب طبق احط فيه نص كوباية من المية. لو حابينها مية تبقى دافية مفيش اي مشكلة خالص، بس انا بستخدمها مية فترة عادية خالص من الحنفية. هحط عليها 3 معالق كبار من السكر، ومعلقة كبيرة مليانة كده من الخميرة الفورية، ونقدر نستخدم خميرة بيرة. وبعدين هدوبهم كده كويس قوي قوي مع بعض، واسيبهم بقى على جنب. لو الخميرة كده عملت فقاعات ورغاوي كده على وشها، يبقى الخميرة نشطة نشتغل بيها. لو ما عملتش فقاعات يبقى الخميرة مش نشطة، بنرميها. الدقيق بقى معايا 3 كوبايات من الدقيق، مستخدمة الكوباية المعيارية، وتقدري تستخدمي نص كيلو من الدقيق. وبعدين هحط عليهم ذرة الملح، حوالي نص معلقة صغيرة كده من الملح. اقلب كده الملح مع الدقيق. وبعدين طبعا الخميرة كانت بدأت ان هي تنشط زي ما انتم شايفين كده. بدأت ان انا اضيفها على طول على الدقيق. طبعا مش كمية المية دي بس اللي هكتفي بيها، يعني كل نوع دقيق بيختلف عن التاني في شربه للسوائل. في دقيق هياخد منك مية كتير، وفي دقيق هياخد منك شوية صغيرين. وبعدين هحط ربع كوباية من الزيت، واعجن بقى العجينة دي حلو قوي قوي قوي. لازم العجينة تعجن كويس جدا. ولو انا حتى عارفة مقدار المية اللي انا هحطه، لازم اضيفها شوية بشوية. اضافة المية شوية بشوية بتفرق جدا جدا في ملمس العجينة، لحد ما العجينة توصل معايا وتبقى بالشكل دوت كده. عجينة طرية بس في نفس الوقت ماسكة نفسها، زي ما انتم شايفين كده، تحفة. والمطة والعرق بتاع العجينة فظيع. ممكن تاخد معاكي كوباية مية، كوباية وربع، كوباية ونص. ده على حسب نوع الدقيق اللي انت شغالة بيه. في دقيق بيشرب السوائل، وفي دقيق ما بيشربش السوائل. فانا بضيف المية شوية بشوية لحد ما العجينة تلم وتظبط معايا وتبقى بالشكل دوت. عايزاها طرية وبتلزق سنة بسيطة. هبدأ بقى ان انا الم العجينة واحطها في الطبق، واغطي الطبق واسيبها تخمر لمدة نص ساعة. انا مش عايزة العجينة تخمر كده وتملى الطبق، انا عايزة بس العجينة ترتاح والخميرة تمشي فيها زي ما انتم شايفين كده. ببدأ بقى ان انا اقطع العجينة على حسب حجم الشريك اللي انا عايزاه. انا عاملة الكورة كورة متوسطة، لا هي كبيرة ولا هي صغيرة. وبعدين بنكور الكور دي كويس جدا زي ما انتم شايفين، وبنغطي الكور ديت. لو انتي مستريعة في التشكيل غطيها عشان وشها ما ينشفش. وبعدين بقى هنبدأ ان احنا نشكلها. لو لقيتي التشكيل صعب، رش رشة بسيطة جدا من الدقيق تحتها، او تقدري تدهني دهنة زيت. وبعدين ببدأ ان انا افرد العجينة، وبعدين نلفها على بعضها زي ما انتم شايفين. واخر قطعة صغيرة خالص ببدأ ان انا ابططها واحطها تحت قطعة الشوريك. تعالوا نعمل واحدة كمان مع بعض. طبعا الصاجات مدهونة دهنة بسيطة جدا من الزيت. ببدأ ان انا افردها كده زي ما انتم شايفين. بيكون السمك بتاعها وسط كده، لا بنتخنها ولا بنرفعها قوي. وبعدين بنبدأ ان احنا نبرمها كده. واخر جزء بنبدأ نديله تبطيطة ونحطه تحت وحدة الشريك. وهنعمل بقى كل الكمية بنفس الشكل ده. تعالوا بقى نعمل واحدة مدهونة دهنة زيت، عشان تعرفوا لو رشة دقيق او رشة زيت، نقطة زيت هتنفع. ببدأ ان انا ادهن تحتها دهنة زيت خفيفة، وابدأ ان انا الفها زي ما انتم شايفين. انا معايا هنا بقى حليب، حوالي معلقتين كده من الحليب. وبعدين احط عليه صفار بيضة. لو ما عندكيش حليب اضربي البيضة وحطي عليها شوية فانيليا وخلاص كده. ودوت هيبقى تلميع الوش. وبعدين هنضربهم كويس جدا مع بعض. وبعدين نجيب الصاجات ونوزع بقى بالفرشة كويس قوي قوي على وش الشريك. لازم نغلفه كويس قوي عشان ياخد لون موحد كده ويبقى لونه جميل. وبعدين انا هحط بقى على 3 شركات كده سمسم، والتلاتة التانيين سكر، والتلاتة التانيين هسيبهم سادة. ودي كل الكمية. اهم نقطة بقى ان احنا نخمر الشريك ده كويس جدا جدا. تقدري طبعا ترشي كمان حبة البركة لو عايز. بنخمره كويس جدا لمدة من نص ساعة لساعة الا ربع، على حسب درجة حرارة المكان اللي عندك. لازم يضاعف حجمه مرة كمان زي ما انتم شايفين كده.
بالنسبة بقى للتسوية، انا بكون مشغلة الفرن كويس جدا جدا قبل التسوية بحوالي 10 دقايق على اعلى درجة حرارة 200 220 زي ما انت عايزة. كل ما كانت درجة الحرارة عالية كل ما الشريك طلع هش وفي منتهى الجمال. لازم يا جماعة تجربوه، ريحته فظيعة. واول ما يخرج من الفرن يكون معايا بخاخة كده من المية وارش على وش الشريك. ريحته حلوة جدا، طعمه فظيع فظيع فظيع، من ألذ المعجنات اللي ممكن تجربوها. بس لازم تحركي الصاج كل شوية وهو في الفرن، وطبعا انا حطاه على الشبكة في الرف اللي في النص. لازم تحركيه كل شوية عشان ياخد لون موحد معاكي. شايفين شكله؟ والعجينة هشة وقطنية وفظيعة. مستنياكم تجربوها وتقولوا لي رأيكم فيها.